بعد 6 أيام من الانقطاع والتذبذب في تدفق الإنترنت، تكبدت اتصالات الجزائر خسائر معتبرة فاقت تكلفتها 50 مليار سنتيم، خسائر ألقت بظلالها أيضا على المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال توزيع الإنترنت. مؤسسة أنور نت عينة لذلك، حيث سجلت خسارة قدرت ب 350 مليون سنتيم لليوم الواحد. سي با دي بيرت ولكن دي مونك غانيي. تقدر في ميدان الانترنت يوميا تقريبا 1,500,000 دينار يوميا، معناتها 150 مليون سنتيم. بالنسبة لميدان المهاتفة لا فوا سور اي بي تقريبا 2 مليون دينار يوميا. معناته احنا للشهر هذا نتوقع نزول رقم أعمالنا بتقريبا 20% مقارنة مع نفس الأشهر السنوات الماضية. تكرار سيناريو غير مستبعد مستقبلا في ظل تواصل الاعتماد على كابلين فقط لتزويد الجزائر بالإنترنت وعدم الاعتماد على احتياطات أخرى. الناس تفكر تقول انه فتح المجال وكسر الاحتكار راح يؤدي الى افلاس شركات، لا بالعكس. احنا شفنا في ميدان النقال مثلا كان موبيليس متعامل وحيد، لما فتحوا المجال ما فلسش موبيليس، بالعكس زاد تطور وتطور وقاعد يتطور، يعني لانه المنافسه هي اللي تدفع الى التطوير. أصبح الاقتصاد العالمي اقتصادا رقميا بكل الحيثيات، وضمان شبكة إنترنت مضمونة على طول الساعة بات أكثر من الضروري، فكيف ستعود اتصالات الجزائر زبائنها؟